السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين النهارده احنا عاملين ايه؟ عاملين فراخ محشيه بطريقه فظيعه فظيعه بجد. اللحم بتاعها دايب، الخلطه رهيبه، الرز طعمه فظيع، اللحمه نفسها كده طعمها زي الزبده دايبه، مع انها فراخ امهات عتاقي يعني. بس هقولك على طريقه ليها بجد مش هتعملي غيرها، لو جايباها مش هتزهقي من سلقها لو بتغيب معاكي. خليكي معايا واقولك على كل اسرارها، واللون اللي يطلع بيه ده ازاي من غير اي صعوبة ومن غير اي حاجة. بص المنظر بجد حاجة رهيبة، وصينية البطاطس اللي تتعمل جنبها مع شوية رز كده بشعرية، حاجة بجد جنان. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جبت الفرخه غسلتها كويس جدا، بعد كده نقعتها في المحلول بتاعها. محلولها ايه؟ الليمونه والملح والخل. هتسيبيها في المحلول ده ما لا يقل عن ساعتين. المحلول ده اللي بيخلي الفرخه تستوي بسرعه، وبيخلي لحمها طعمه حلو حايق كده وحلو، مش طعمه مايع، فهماني؟ هنا بقى هعمل معاكم الخلطة بتاعة الرز. خلطة الرز بتاعة الحشو دي خليكي معتمداها، سواء في حمام، سواء في بط، سواء في فراخ، خليكي معتمداها. دي الخلطة الأصلية بتاعة أمهاتنا زمان، الخلطة اللي بجد بتقلب ريحة سلق الفراخ كده وانت حطاها في شوربة. جبت بصلتين قطعتهم على الناشف كده الاول، على ما الطاسه سخنت يعني. بعد كده نزلت بمعلقتين الزيت زي ما انت شايفه، حبه زبده بلدي او سمنه بلدي تمام، انا بحب اعملها كده ايه بالزيت. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا بقى هحط فصين من الثوم مع البصلايه، هيديني ريحه رهيبه وجميله جدا. بدأ يتشوح كده، تدبل بس مش اكتر، مش عايزاها تغمق. هنزل بالرز اللي انا كنت غسلاه ومصفياه. ما تنقعيش الرز، هتعملي فراخ كبيره بتغيب في السوا شويه، ما تنقعهوش علشان ما يتعجنش معاكي ويبقى زي الهريسه. انا عايزاكي تشوحيه على قد ما تقدري بشويه ملح وشويه فلفل اسود، شويه ورق لورا كده مطحون، ما عندكيش حطي ورقه كده صحيحه، شويه قرفه. اهم حاجه في الخلطه دي القرفه، وطبعا كيس المرقه او مكعب المرقه حسب من اللي عندك، حتى لو سايبه حطي نص معلقه صغيره. القرفه بقى دي الاساسي في الخلطه دي، معلقه ممسوحه صغيره من القرفه. تمام. هتخلي لك طعم الرز مميز، ريحته رهيبه. تمام. حاولي تشوحيه على قد ما تقدري لحد ما تسمعي صوت الخروشه في الطاسه او في الصينيه بتاعتك. تمام. هتحطي يا ست كل ميه تغطيه حاجه بسيطه بس مش اكتر، وهتغطي عليه 4 5 دقايق وتفتحي وتسيبيه يتهوى عشان نحشيه في الفرخه. هنا السر اللي احنا قلناه في سوى الفرخه يخليه يستوي بسرعه، بالذات الفراخ الكبيره او الامهات، انك تنقعيها في المحلول اللي هو الخل والليمون والملح. تنقعيها وتفضلي تقلبيها يمين وشمال. اول حاجه هتخلي لك الفرخه بيضه كده ولونها فل الفل. بس المحلول ده بعد الغسل، بعد ما تغسليها وتنضفيها ومن اي حاجه فيها والكلام من ده، فهماني؟ تنقعيها في المحلول ده ساعتين على ما تخلصي الخلطه بتاعتك وتظبطي باقي الحاجات اللي هتعمليها، وتحطي ميه السلق على النار، تكوني سايباها ده كله منقوعه في النقع ده. تمام. بتشيل الزفاره، بتخلي لك الفرخه لونها بيضه والسبايخ بتاعتها بيضه، بتخلي لك سبيخه اللحمه طعمها حايق وجميل. يعني بجد محلول سحري، وبيخلي بيساعد على سوى الفراخ تمام بسرعه. الفرخه دي مع انها كبيره ما خدتش معايا على النار، المفروض اصلا معدلها على النار دي ساعتين، كله عارف كده الفراخ الامهات بيقعد ساعتين على النار. خدت معايا على النار والله ساعه الا ربع، ساعه الا ربع. تمام. بص الفرخه بقى لونها عامل ازاي، ده اللي انا بقولك عليه. اهم حاجه نظافه الفرخه ولون جلدها، علشان مش عايزين اي حاجه ايه زفاره ولا كده. تمام. وبالذات لو عندك عزومه ولا كده لازم تعملي اللي انا بقولك عليه ده. هنا كنت طبعا فرغت الجلد عن اللحم، وبدات ايه هحشي بقى الرز. بدا يبرد معايا وهدي معايا شويه. بدات احشي الاول من الزور عشان اقفله، وابدا احشي بقى من الناحيه التانية من ناحيه البطن، عشان اضمن ان الرز ما يقعش مني من الناحيه التانية. تيجي من ناحيه الزور كده تحشيه وتقفليها بخله، تقفليها بخيط براحتك انت، عشان لما تيجي تحشي من الناحيه التانية تضمني ان الرز ما يقعش منك. تمام. كنت حاطه بقى الميه على النار تغلي كده على ما اخلص حشو الفرخه. بجد طريقه ممتازه، اديكي شفتي في اول الفيديو كانت الفرخه طالعه عامله ازاي، وهقولك على طريقه تحمير او بعد ما تسويها تعمليها ازاي من غير ولا زيت كتير ولا فرن وتخليها تغمق معاكي وتنشف. لان ساعات الفراخ الكبيره دي لما بتحطيها في الفرن بعد ما تتسلق ده يعني تاخد وش، بتحسي ان لحمتها شدت معاكي ونشفت.
فاحنا ايه في غنى عن الكلام من ده، لان هي بتبقى ايه عايزه طريقه كده مميزه شويه في السوى وفي التقديم وفي التحمير وفي كل حاجه، غير الفراخ البيضه وغير الفراخ البلدي الصغيره اللي بتستوي بسرعه. بس انا هقولك بعد كده ازاي تعمليها ومتزهقيش منها وتستوي معاكي بسرعه. حشيت ما بين الجلد واللحم، بس ما تحشيش جامد عشان ما تفرقعش منك في الشوربه. يعني بصي زي ما انا بوريك كده، وحاولي توزعي ما بين الوراك وبين الجناحه وكده يعني كله تمام. ما تحاوليش تحطي الرز في حته واحده. وحطيت بقى جوه كده في البطن، حطي بقى براحتك في البطن عادي كده كده، مش هيفك ولا يطلع منك من جوه. انا بقى جبت ايه الجزر اللي انا كنت احطه منه في الشوربه، قطعت منه شريحتين وحطيت زياده تاكيد، اللي هو يعني ايه يحبس لي الرز كده عشان برضو ما يفكش. وانا اقول لك على حاجه حلوه جدا تضمني بيها ان الفرخه ما تنزلش رزها في الشوربه، بس خليكي معايا. المهم هنا كده خلاص حشيتها كويس جدا وظبطتها، وبدات ايه بقى اوزع الرز كده علشان ما يبقاش في حته وحته لا، زي ما انا بوريكي كده. تقعدي توزعيه كده ايه بايدك، ولو في زياده عادي ممكن تخرجيه كده من ناحيه ايه اللي هو الحته دي اللي انا ايدي عليها دي كده دلوقتي. تمام. بس كده يا ست الكل، اهي كده خلاص خلصت معايا ما شاء الله وبقت زي الفل. هنا بقى كنت مجهزه الجزرايه جنبي ومجهزه طماطمايه والبصلايه لكمره الشوربه. اقطع البصلايه اي حاجه تقطعيه، اي تقطيع ان شاء الله حتى 4/4 براحتك انتي. انا بحب اقطعها كده صغير شويه واقطع، واحط عليها الفلفل الاسود وكيس اللورة او كيس المرق الدجاج او مكعب مرق الدجاج من غير ملح. ما تحطيش ملح خالص دلوقتي، ملح هيعجز لك السوى، ما تحطيش ملح خالص. الميه غليت كويس جدا، نزلت بالخلطه دي، حطيت الفلفل الاسود ومكعب المرق بس. تمام تمام. خليكي معايا عشان ده سر من اسرار السوى بسرعه السريع. وحطيت كمان كيس في الشوربه عشان انت شايفه الميه كتيره والشوربه كتيره، فايه عشان تظبط كده طعم الشوربه وتخليها كويسه لو انت عايزه تعملي ملوخيه جنبها او اي حاجه، او تسقي بايها رز يعني. اول حاجه تنزلي الفرخه وهي الميه بتغلي كده زي ما انت شفتي معايا، وتقلبيها يمين وشمال يمين وشمال. اول ما تنزليها عشان الانسجه بتاعتها تشد وتقفل على الرز، وما تخليش الرز يقع خالص لحد اخر السوى. يعني تنزليها وتقلبيها تقلبتين كده يمين وشمال يمين وشمال عشان تتاكدي ان الفرخه كلها جيت عليها الميه السخنه. ومعلقه سكر صغيره يا ست الكل علشان الفرخه برضو تنجز معاكي في السوى. يعني احنا ولا حطينا ملح، والمحلول اللي احنا نقعناه فيه ومعلقه السكر. الثلاث حاجات دول اضمني ان الفرخه مش هتغيب نهائي على البوتاجاز لو فرخه كبيره او عتاقي اللي هي الامهات يعني. تمام كده. وسبتها بقى على النار تغلي غلوتين. اول 10 دقايق معليه النار ومواربه الغطا، وارب الغطا عشان ما تفكش برضه او تفرقع. وبعد كده هديت عليها خالص زي الشمع علشان تدوب وتبقى يعني زي الزبده كده، لحمتها تبقى زي الزبده زي ما انت شفتي في بدايه الفيديو. بدات بقى هنا هعمل صينيه بطاطس. بجد انت لو عملتيها والله العظيم لو جربتيها مش هتعملي غيرها تاني، عن ضمانه، عن ضمانتي بجد، على ضمانتي بجد. انسى اي طريقه صينيه بطاطس عملتيها قبل كده. عندي هنا بطاطستين، عندي طماطمتين بس، طماطمتين بس، فلفلتين، بصلايه، وراس توم او نص راس توم. عايزه تزودي بطاطس براحتك انت، انا حبيت احط بطاطستين بس عشان ما بحبش الاكل الصراحه يغيب عندي. تمام. هتقولي طماطمتين بس لصينيه البطاطس ازاي؟ ايوه جربي بس بالطريقه دي وشوفي هتطلع معاكي ازاي، انت مش هتخسري اي حاجه. هنا يا ستي الكل انا بدات اقشر اهو الخضار، قشرته كله وغسلته وركنته على ما اقشر الثوم. هجيب بقى السرفيز عندي او الصينيه او اي حاجه انت هتعملي فيها صينيه البطاطس الحلوه دي. اقولك برضو على سر رهيب بجد، لو حطيتيه فيها هتشمي ريحه بطاطس مختلفه خالص خالص. انا ما بحبش اكتر فيها الصراحه الصلصه، ولا اكتر فيها تقطيع الطماطم. انا ما بضرب لهاش طماطم، انا بقطعها لها كده شرايح. هوريكي دلوقتي ازاي. اول حاجه انا هقطع الفلفل شرايح كده عادي، ولا هي رفيعه ولا هي تخينه، اللي هي تقطيع الطبيعي يعني. تمام حلقات. وهقطع يا ستي البصل، وهقطع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهقطع الطماطم كله حلقات. مش هتضربي لها طماطم، لا مش هضرب لها طماطم. امال ايه؟ خليكي معايا وانت تعرفي. عايزاها سبايسي حطي لك قرن فلفل حراق، انا ماليش فيه فما حطيتش. واقطع البصل رفيع شويه
على ان هي هتستوي بسرعه لان انا مش حاطه بطاطس كتير. هتعملي كيلو بطاطس هتحطي 3 طماطمات صغيرين من الحجم اللي انا هوريهولك دلوقتي. هتعملي نص كيلو او بطاطستين او 3، يعني اقل من الكيلو هتحطي طماطمتين بس وخلاص. تمام. هنا حطيت الفصوص الثوم هرستها، عايزه تحطيها صحيحه حطيها، عايزه تقطعيها بالسكينه كده بس براحتك قطعيها، انا حبيت اهرسها عشان ايه احس بطعمها في الايه في الاكل. في وصفات بحط فيها الثوم صحيح وفي وصفات بهرسه وكده يعني، زي ما انت عارفه ومتابعاني وبتشوفي. هنا يا ست الكل قطعت الفلفل والبصل والطماطم بس، هقول ستوب ومش هقطع البطاطس. هتعملي ايه؟ حطيت فلفل اسود وحطيت ملح وحطيت كيس مرقه دجاج او مكعب مرقه دجاج، وحطيت حبه كمون ومعلقه كزبره وحبه صغيرين من الكاري. الكاري ركزي. و... وهحط عود قرفة حصى، عود قرفة اللي هو الخشب، مش هتحطي قرفة بودرة. ايه القرفة؟ ايه سر القرفة في صينية البطاطس؟ جربيها وانت هتعرفي بنفسك السر. الريحة والطعم بجد حاجة مميزة. انت ممكن اصلا صينية البطاطس دي تعمليها على النار من فوق وتحطيها تاخد وش وخلاص في الشواية. تمام. هنا قطعت البطاطس ورصيتها بس وانا بحط القرفه ما جاتش معاك وطلعتها تاني من الفرن وحطيت. هتحطي بمقدار كوبايه كبيره مج ميه او كوبايه ونص مج ميه على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، يعني يا دوبك كده ايه تغطي قبل البطاطس على طول. وهنا هحط بقى الورق الزبده وورق الالومنيوم واحطها في الفرن. انا في العادي الصراحه ما بحطهمش، يعني بعملها كده، بس انا حبيت احط المره دي عشان تستوي برده معايا بسرعه وما تاخدش وقت. حطيتها على الصاج على طول، ما حطيتهاش في النص، على الصاج على طول، على الدايركت على طول كده. خدت غلوتين 5 دقايق ورفعتها وشلت الورق الالومنيا ده علشان تاخد وش من فوق وخلاص. كانت خلصت معايا. بصي هي بدأت تبقبق لو واخده بالك، يا دوبك بقى شلتها وحطيتها فوق خالص، خدت وش وبعد كده طلعتها. وانا ما جبتش معاكم القرفه انا بحطها، بس انا حطيتها طلعتها تاني وحطيتها، هتشوفي في نهايه الفيديو. هنا خلاص الفرخه زي ما انت شفتي كانت خلاص استوت بجد والله ما غابت خالص خالص. وقلت اعمل شويه الرز عشان اطلعها واوريك انا دلوقتي هعملها ازاي او احمرها ازاي واقول لك ازاي تطلع معاكي باللون الخطير اللي وريتهولك في الاول. هنا بقى شوحت كده حبه شعريه وحطيت الرز وسقيته بالشوربه الحلوه اللي انا عاملاها. طبعا انا بحط كده ما صفيتش الشوربه، لو طبعا عندك ضيوف او انت مش حابه البصل مع الرز ده ممكن عادي جدا تصفي الشوربه. انا عادي يعني ما ببدأش، يعني لو في بصل ظاهر عندي في الاكل عادي، لكن لو في حد او كده وفي ضيف لا طبعا لازم تخلي بالك من النقط البسيطه دي. كده خلاص كانت البطاطس بتاخد الوش والفرخه فعلا خلاص استوت والله ما غابت معايا، يا دوبك ساعه الا حاجه بسيطه جدا. بالنسبه للفراخ اللي انا بقولك عليها دي الامهات اللي احنا كلنا عارفين ان هي بتغيب، بصي ولا فرقعت ولا اي حاجه ما شاء الله اللهم بارك، وكانت جميله. بص انا بشوف السوا بتاعتها لقيتها حلو خالص. هحمرها بقى ازاي؟ بصي انا حطيت يعني بمقدار معلقتين 3 زيت مش اكتر، مسحت بيهم كده بس ايه الطاسه، وهحط حبه ملح علشان ما تلزقش في الطاسه وما تطرطش معايا. الملح لما تحطيه وانت بتحمري ما يطرطش الحاجه اللي انت بتحمريها فيكي، يعني فاهماني؟ وبيدي لون كويس جدا ما بيخليش الفراخ تلزق يعني. شوفي انا حطيت حبه زيت قد ايه، وما تكتريش الزيت لانك لو كترت الزيت هتشرب زيت عشان الرز اللي انت حاشيه فيها هتمتص الزيت يعني. وتاني حاجه هتفرقع معاكي، واحنا مش حابين الزيت كتير لان انت ايه بس هتديها ايه تشويحه كده يعني لون مش اكتر اكنك حطيتيها في الفرن. وهتشوفي دلوقتي لونها طبعا كويس جدا، مش محتاجه انك كنت ايه ازود زيت وخساره على الفاضي. بص المنظر بص اللون، وانت بقى تقلبيها كده على الحته اللي انت عايزاها تتحمر حلو وايدك فيها ايه وانت واقفه. خلاص كانت صينيه البطاطس خلصت زي ما وريتها لك. بجد جربي صينيه البطاطس دي، ولا تضربي طماطم ولا تقطعي طماطم كتير. سر انك تلاقي طعم صينيه البطاطس حلو الفلفل والبصل، والله العظيم كتري الفلفل والبصل ودعكيهم كده بملح وفلفل اسود والكاري وال والصباع اللي هو القرفه، هتلاقي طعم صينيه البطاطس مختلف خالص بجد. كانت طالعه زبده وطعمها مسكر خالص. هوريكي برضو كانت عامله ازاي في اخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش برضو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو، وتشتركي في القناه وتحطي لي لايك. حطي لي لايك، شايفاكي برضو لسه ما حطيتيش اللايك. المهم هنا خلاص كانت الفرخه استوت، طلعتها بقى كده خدتها كده من رجليها على الطبق على طول التقديم. بص بقى المنظر، بص اللون، ما كانتش محتاجه ان انا احطها في الفرن لان الفراخ النوع ده بالذات لو حطيتيه في الفرن بتحسي ان لحمتها نشفت وشدت معاكي فايه، فبلاش خالص. حمريها كده بحبه زيت صغيرين وهتتحمر وهتديك اللون الخطير ده مش هتقولك لا. اهو بصي صباع القرفه اللي انا حطاه
عشان بس ما تفتكريش ضحكت عليكي. هو صباع القرفه ده بجد سر صينيه البطاطس اللي هتقلب لك ريحه الشقه، مش هتخسري حاجه لو جربتيها. هنا بقى غرفت الرز، كان خلاص استوى ومفلفل وكويس. انا بحب كلنا يعني بنرجح عندنا الرز اللي بشعريه ده جنب البطاطس، او جنب مثلا شوربه او كده، بيبقى ايه بنستسهله يعني. تمام. هنا خلاص كانت الفرخه خلصت وشكلها تحفه وجميل بجد، لحمتها كانت زي الزبده مستويه، رزها من جوه كان مفلفل علشان شوحته كويس وما ادتلوش ميه كتير، وصينيه البطاطس اهو زي ما انت شايفه واخده وش تحفه. انا بحب اعمل بطاطس التحمير صينيه عشان تديني الوش المقرمش ومن جوه بتبقى طريه خالص. هنا كده خلاص خلصت، رشيت بقى كده حبه خضره وحطيتهم. بصي بقى وانا بقطعها عايزه اوريكي حاجه. بصي على سبيخه اللحمه من جوه بيضه وطريه مستويه، الرز كويس جدا ومفلفل. ولو خدت بالك انا بقطعها يعني بالسكينه، مش بقطعها بحاجه يعني، والسكينه كمان يعني صغيره. وبصي اتقطعت ازاي معايا بسرعه بجد، عشان سر التسويه بتاعتها والمحلول النقعي اللي انا نقعته فيه. وطبعا ما تنسيش تحطي ملح في الاخر، انا حطيت ملح بس ما جاتش معايا انا في التصوير، حطيت ملح في الاخر خالص عشان اطعم الشوربه مش اكتر، في الاخر خالص وانا بقفل عليها. تمام. ما تحطيش ملح سوا خالص في السوا خالص من اوله. حطي معلقه السكر الصغيره وخلاص على كده. هنا كده خلاص كنت خلصت. ما تنسيش اللايك والاشتراك، ولو اول مره تشوفيني انا نور العياط. ورب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.